السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نخلي الورك. هقول لكم طريقتين والاتنين اسهل ان شاء الله من بعض. اول طريقه زي ما انتم شايفين كده، بجيب الورك بشيل بس الجزء بتاع الظهر. طبعا طريقه خلي الوراك دي مش للحمام الكداب، يعني انا كنت عامله لكم فيديو سابق قبل كده على خلي الاوراق لعمل الحمام الكداب. لازم يبقى فيه مكان ما انا بقطع ده بيكون مسدود عشان يبقى جيب احط فيه الرز. لكن بالنسبة لطريقة الخلي دي لأي أغراض تانية غير بس الحمام الكداب، يعني ما ينفعش ان انا احشيه. بس ممكن احشيه لحمة مفرومة بقى والفه زي رول الفراخ، او الفه او احشيه اي حاجة تانية يعني. بس طبعا مش للحمام الكداب، يعني طريقة الخلي التانية مختلفة. زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول افصل العظمتين اللي ماسكين في بعض دول، زي ما انتم شايفين كده اهو. العظمة اللي هي ماسكة الدبوس، واللي هي العظمة اللي ماسكة اللي هي جزء الورك اللي هو المقابل لظهر الفرخة. تمام. فانا هنا خلصت العظمة اللي تحت، وابتدي اخد العظمة التانية اللي فوق. ايه يعني، بحاول ان انا اخليها كده واسلكها بسكينة تكون صغيرة عشان تعرفوا ان انتوا تخلوا صح. وبفضل كده احاول ان انا يعني اخلصها كده واحدة واحدة، واشيل الجزء بتاع اللي هو المفصل اللي في النص، اللي هي الجزء العظم الطري ده، اشيله برضه عشان ما يضايقنيش في الايه في الاكل. طبعا طريقة الوراك دي طبعا بمسكه وافتحه بقى بالسكينة زي ما تشوفوا معايا كده. بفتحه كده عشان لو عايزة اشويه، ممكن اشوي فراخ كده مخلية، بتبقى سهلة جدا، تتبل من قبل وتتشوي على الجريل. ممكن اعمله شيش طاووق واقطعه قطع. ممكن احشيه جبنة موتزاريلا وخضار. ممكن احشيه لحمة مفرومة برضو متبلة. ممكن يتعمل حاجات كتير قوي يعني. الطريقة بقى التانية زي ما انتم شايفين كده، بحاول احرك الجزء اللي ماسك المفصل في النص، بحاول اشقه كده، وابتدي اخلي كل جزء بقى لوحده. يعني جزء الدبوس بخليه لوحده كده، بيبقى باين بالنسبة لي سهل. والجزء التاني بتاع الفخذ ده برضو بيكون سهل. ببتدي اخد كده خط طولي في الجزئين لغاية لما تظهر العظمة عندي، وابتدي ايه يعني اخلص المفصل الاول عشان تبقى سهلة معايا ان العظمة تطلع بسرعة. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا هنا بحاول كده ان انا الف السكينة حوالين العظمة علشان اخلص اللحمة من العظم، وتبقى الدنيا سهلة معايا. بس كده خلاص كده ظهرت معايا العظمة كده خلاص. ببتدي انزل كل اللحم اللي فيها واكسر العظمة او اسيبها. انا بوريكم ان انا ممكن اخلعها خالص زي الورك الاولاني، وممكن اكسرها عشان تبين لو هلفها ولا حاجة تبين شكل جمالي يعني. وبرضو بنفس النظام بخلي العظمة التانية اللي هي الجزء التاني بالمفصلة، وابتدي ان انا ايه اشيلها خالص. بشيلها بصوا بالجزء الابيض اللي هو بتاع المفصل، وابتدي بقى افتح اللحم برضو عادي خالص. بس انتوا شايفين كده، بصوا شكل الورك من تحت. بس كده جاهز معايا، وشكرا لكم.